قهرته زوجته، قال والله لا اقهرها، وفعلا اللي صار ما اتوقعه. يا هلا وسهلا، وقبل كل شيء نصلي ونسلم على نبينا شفيعنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلوات واتم التسليم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اكثروا من التكبير والتهليل في هذه الايام المباركه. هذا واحد يقال له ابو محمد، ابو محمد متزوج، اموره زينه وعايش ومبسوط وعنده عيال وعنده مال والله معطيه خير. زوجته تعبت، يعني بده يصير معها امراض وكذا، وزوجها يبي له من يعتني فيه ويقوم فيه. وهم جالسين كذا، قالت يا ابو فلان، ابو محمد قال سمي، قالت ابيك تعرس. يا بنت حلاوه وش تقولين؟ قالت ابيك تعرس. انت جزاك الله خير، ما قصرت معي وحاطني في عيونك من يوم تزوجتك الى هذا اليوم، وانا والله الحين يبي لي من يقوم فيني وعيالي وبناتي، وما قصرت، جبت لي خدامه وبيض الله وجهك. انا ودي انك انت ما تطيح، لان بالطريقه هذه يمكن تطيح انت، تتعب انت. فانا ودي تتزوج وتراني سامحت لك، تاخذ عندها يوم وانا يوم. قال من خاطر طيب؟ قالت والله انا من خاطر طيب. قالت جزاك الله. راح الرجال ويخطب هنا وهنا. المهم انه عقب ما اخذ يعني فتره خطوبه عند كذا بيت، ما تتم، يا انه ما يجوز له وضوع، يا انه ما يجوز له الموضوع، او ان هم يرفضون وكذا. تذكر صديق له ان عنده بنت للزواج، يمكن تقريبا عمرها 28 29 30 سنه، وهذا الرجل اللي يبغى يتزوج عمره تقريبا في بدايه 50. راح الرجال وخطب. يوم خطب وافق، قال ابد انا يا ابو فلان والله ما فيها اطيب منك، ان وافقت ترى انا اعطيتك. يقولوا فعلا تمت الخطوبه والملكه والزواج ويا رب لك الحمد. يقول خذيت لي زوجه ما شاء الله تبارك الله مثل زوجتي الاولى واحسن. يقول ما شاء الله مرت صنعه، لاقي تقديري عندها واحترامي عندها والمحبه والاهتمام. يقول ما شاء الله، يقول حياتنا حياه ترفه وحياه ممتازه وفيه اهتمام وفيه رعايه. يقول بس بسم الله علينا من العيون. يقول ما شاء الله مره. يقول حتى انا تجددت حياتي واموري واشياء، وهي نفس الكلام، فيه اهتمام. يقول طبعا كذا مره يسيد علينا ابوها ويروح وكذا. يقول تقريبا سنه سنتين والله يرزقني باول مولود. يقول ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله مبسوطين ما علينا خلاف. السنه الثالثه، يقول بعد السنه الثالثه جاني مولود ثاني. يقول وعايشين ومبسوطين ومستانسين ما علينا خلاف. يقول اليوم جاء ذاك اليوم وهو يناديني عمي ابو زوجتي، انت يا ابو محمد. قال يا ابو محمد تكفى ودي اعرس، شوف لي احد انه خطب عنده. قال ابشر بالسعد يا عم. يقول اروح ادور له واروح ادور له، سبحان الله العظيم ما تيسر لهذا الرجل زواج. يقول في ذيك الفتره يعني زوجتي صارت ما تحب جلستي في البيت، ويوم اقرب منها تقول بالله لا تقرب، تكفى الله يرحم والدك وخر. اعوذ بالله. يقول حبيت اني احل الموضوع. يقول سافرت يومين ثلاثه ورجعت نفس الموضوع، لا من يوم يدخل مع الباب وهي ضايقه، لا كلم بالجوال. يقول ما شاء الله سوالف واشياء، ولا دخل تضيق. يا اخي ريحتك مزعجه يا اخي، لا اله الا الله. يقول والله ما في ازين من ريحتي ومن الاطياب اللي استخدمها ومن طيب وعوده. يقول تركت. المهم انه يقول بعدها حرصت ودورت لعمي بعد زوجه ما تيسر له زوجه، سبحان الله العظيم مره. يقول يوم جاء ذاك اليوم ادخل على زوجتي، الله يرحم والديك اطلع من البيت اطلع من البيت يا بنت تعوذ من الشيطان. يقول فجأة بعد هذه السنوات حياتنا ما في احسن منها. انت يا اخي ريحتك مزعجه ما عاد ابغاك، يا اخي اشمئز منك، لا دخلت ضاقت بي الوسيعه. يا بنت تعوذ من الشيطان. صبرت فتره، شهر شهرين ثلاثه اربعه. يقول ما يقول ضايقتني. قال قسم بالله الناس لو ما تعقلين اني لا اتزوج عليك. قالت الله يستر عليك، رحت تزوج تراني سامحت لك. قال مره انا ما عاد ابغاك تدخل، ما عاد ابغاك، رحت تزوج مسموح. قسم بالله لو ما تعقلين اني لا اتزوج عليك. قالت يا ابن الحلال درب الله وارض الله واسعه، رحت تزوج. خلاص انا ما عاد ابغاك، ترى من يوم تدخل وانا كارهتك، ريحتك طقت راسي. ويقول كل مره تقول ريحتك ريحه غنم، فك المشرك.
يقول والله اني مهتم وما في عندي حلال لكن ماني بجلس عنده. يقول انا كاره نفسي. يقول انا طلع قلت يقول اطلق اني لا اتزوج. يقول وادور واروح واخطب. يقول واطيح عند ناس واخطب عندهم معلمه. زوجته ذي الثانيه معلمه. يقول يعطوني موافقه مبدئيه قالوا بننشد عنك. اللي خطب هذه الثالثه زميله زوجته الثانيه في نفس المدرسه. زميلتها ما هي صديقتها زميلتها وهي من نفس القبيله. راحت تسالها يا فلانه قالت نعم. قالت جانا واحد وخطب والحقيقه الناس تثني عليه وتمدح عليه لكن ودي اسال لانه من نفس قبيله. قالت اعطني اسمها الرباعي والخام. يقول يوم ويوم تاخذ الاسم له وزوجها قال انحشي بخيل ويضرب حريم وكل شوي يتزوج والله اني ما انصحت فيه. قالت تعرفين قالت اعرفه يا رجل اعرف جرته بعد بخيل ما معه شيء وتراه متزوج وتراه يضرب وتراه. قامت تحط عداريب خلق الله كلها في هذا الرجل. المهم الغيره سبحان الله بعدها قالت تزوج رح. يقول ويجيه الرفض ويتضايق. المهم انه دور سبحان الله العظيم ما تيسر له هذا الزواج. يقول في ذيك الايام سبحان الله العظيم عمه ابو زوجته الثانيه تعب وهو معه قلب وتنوه في المستشفى. يقول يوم جاء ذاك اليوم لحالته سيئه صارت سيئه. يقول يوم جاء ذاك اليوم يقول ما اروح لبيتي كالعاده عند زوجتي الثانيه. يقول يوم دخلت يقول قبل ادخل مترشرش بالاطياب وبالطيب وبالعوده شكل فظيع. يقول يوم دخلت وهي تنكتم قالت يا ابن الناس انا ما عاد ابغاك تجيني ليلتي تراك مسموح فيها رح لزوجتك الاولى. يا بنت الناس قالت يا ابن الحلال تسمع وما تفهم انت رح. اعوذ بالله من الشيطان. يقول شوي يجيني تلفون اتصال السلام عليكم. السلام من هو؟ اخوها الكبير. تكفى يا ابو محمد تكفى. قال ايش فيه؟ قال اطلع ابغاك. انت في البيت؟ قال نعم. قال اطلع ابغاك. يقول يوم طلعت قال يا ابو محمد قال نعم. قال ابوي توفى. يا ابن الحلال قال لي والله وانا ما اعرف اتصرف ولا اعرف اسوي شيء ولا خواتي واهلي وامي واخواني ما اقدر ما اعرف كيف اتصرف وكيف اعلمهم. يقول زوجتي تموت في ابوها تحبه ومتعلقه فيه تعلق كبير. يقول انا نشبت ايش اسوي. يقول لكني ظهرت من الباب. يقول ما عاد رجعت. يقول رحت لنسيبي ذا واشوف له والله. يقول واصبره كذا. يقول الحين وش اسوي بزوجتي كيف اعلمها. يقول شوي والله يدق علي. قلت بس درت وتبي تعلمني الحين تبكي. يقول يوم رفعت التلفون سمي. قالت وينك فيه؟ قال موجود. قالت ابغاك تجي الحين البيت عسى ما اشر. قالت لا يا ابو فلان ما في شيء. يقول لو صوتها متغير ما هو اللي قبل ساعه او ساعتين. يا بتعلميني. قالت تكفى ابيك تجي الحين. يقول واضح انها ما درت بالوفاه او انها داريه لكن ما ادري وش السالفه. انا يقول انا مصدوم صوتها رقيق وزين ونظيف وامورها. قلت طيب يلا جاي البيت يلا جاي البيت. قسم بالله لو ما تعقلي لا تزوج عيس. قالت يا ابن الحلال ارض الله واسعه راح تزوج انا ما عاد ابغاك ريحتك طاقه راسي راح. المهم يقول دقت علي ابوها متوفي وما ادري كيف اعلمها وقبل شوي تدق علي يقول الصوت هذا اللي تكلمني فيه الرقيق مره يعني رجع بي لفتره طويله من زمان ما سمعت الصوت ذا والرقه والنعومه. يكون يمكن قلت بس بالتلفون لا دخلت انقلبت شياطينها. يقول طيب خير ان شاء الله وادخل. يقول يوم دخلت للوجه البشوش ولا الابتسامه ولا ما شاء الله ارحب يا ابو فلان يا مرحب. يقول تقلطني. يقول وتجيب القهوه والشاهي. يقول الحين ما بعد درت بوفاه ابوها ما بعد اصلا عرف الا اخوها الكبير. يقولوا ما شاء الله تبارك الله والقهوه والشاهي والطيب والدخون في البيت والعجه والامور والزينه. يقول شوي ودخلني غرفه ابو فلان. يقول نعم. قالت انا ويني عنك من زمان ايش صاير؟ قال ما في انا اليوم جايش وانت تقول روح وتعال ولعت. يقول قالت انا مشتاقه لك وانا فاقدتك وانا في شيء تعود من الشيطان. قالت ريحتي زين. قالت انت انا مبطيه منك يا ابو فلان وينك اثاري لا اله الا الله.
يقول نجلس جلسة شوق المشكلة ابوها متوفي، لا اله الا الله. يقول سبحان الله العظيم، تبين بعد ما تأكدت وبعد هذا الامر كله، ابوها يوم شاف حياتي معها عقب الزواج منها والرعايه والاهتمام والجو اللي انا عايشه، كان يبغى يتزوج. سبحان الله العظيم، صابت عين ابوها في العائله، عين واعجاب ونفس، وتبدل حال الزوجه وقلبت على زوجها. ويوم توفى الشايب انقزت العين ذي وراحت، لا اله الا الله. وهي زعلانه منه، كيف تروح تخطب ورايح تخطب فلانه؟ قال لي والله اني خطبتها. قالت انا اللي قلت لا تجوا. ليه؟ قالت والله كذا ابي اخرب، ما وقتها ما عندي شيء، لكني كذا ابغى اخرب. ليش تتزوج وانت ما تحب؟ قال انا ابوس انا والله اني اموت فيك. ولكن انت كرهت. قالت والله اللي عايش معك واللي يكلمك ما هو بنا، ولا ادري عن نفسي ولا اني بحاسب نفسي، تكفى عذرني. يقول تنزل علي يدي وتبوسها، ولا في احسن منك ولا في اطيب منك. لا اله الا الله. انتبهوا يا جماعه، الفائده العظيمه من هذه القصه، انا اعرف رجل ولدها عمره 12 سنه ما خلى مستشفى في العالم الا وراح عشان يعالجه. في الاخير عقب سنتين قال الشيخ ولدك صابته عين واعجاب ونفس منك انت. يوم تذكر قال لي والله ان في ذاك اليوم كذا وكذا. فانتوا اذكروا الله على انفسكم، ازواجكم، على زوجاتكم، على عيالكم، على اخوانكم، على اخواتكم، على اللي ما تعرفون. قل اللهم بارك. وان كان احد اسرتك او نفسك قل ما شاء الله تبارك الله. ذكر الله طيب، وذكر الله ان شاء الله تطيب فيه الانفس. عسى الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. خير من قصتنا وافضل من كلامنا كلام الرسول، اللهم صل وسلم عليه. حنا في عشرة مباركة، 10 ذي الحجة، وهي افضل ايام السنة. تخيل معي في هذه الايام اكثر من 2,000,000 شخص جايين من كل دول العالم الى افضل بقعة على هذه الارض وعلى هذه الدنيا في مكة المكرمة ومشاعر مقدسة. من هم ضيوف الرحمن، من هم ضيوف الله سبحانه وتعالى. وش رايكم نتساعد انا وياكم ان نسقيهم مويه بارده؟ في مكة في هذه الاوقات درجة الحرارة تصل الى 45 واكثر. لما تسقيهم مويه بارده، تخيل معي كم واحد من هذول الناس والملايين الموجودة ما بينه وبين الله دعواته ما ترد. يمكن تسقي 100 ولا 200 ولا 1000 حاج، يا أخي جزء منهم أو كلهم دعواتهم ما ترد. يعطيك دعوة أسأل الله من أسقاني هذا المويه الباردة أن يسعده في الدنيا والآخرة. غير دعواتهم، الأمر العظيم والكبير واللي مفروض حنا يعني نعمل الأعمال هذه عشان الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت ترى الصدقة هذه تحطها في يد الله، فضل أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. والرسول اللهم صل وسلم عليه قال أفضل الصدقة هي الماء. مشروع سقي الماء للحجاج وضيوف الرحمن في هذه السنة في مكة المكرمة قائمة فيه جمعية مصرحة ومعتمدة من الدولة أعزها الله، جمعية وادي نخلة في مكة المكرمة. كيف نساهم ونشارك يا فالح؟ في صفحتي الرئيسية هنا في التيك توك في البايو وتحت صورتي مباشرة بتلاقون طريقة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيكم وأن يجيرنا وإياكم من حر ونار جهنم ووالدينا ومن يشوفنا. إن شاء الله نوفق في سرد هذه القصة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أخوكم فالح محمد، استودعتكم الله.